لو فاكر انك اذكى من معظم اللي حواليك عمرك ما هتعدي ذكاء الراجل ده. سنه 1995 في واحد اسمه ماكارثر ويلر قرر يسرق بنكين في عز النهار. الغريبه ان الموضوع مشي معاه، دخل البنك الاول سرقه وخرج، بعدها بساعه دخل البنك الثاني سرقه وبرضه خرج، من غير قناع، من غير ما يغطي وشه باي شكل وبكل ثقه وهدوء. الشرطه لما جابت فيديوهات الكاميرات وشه كان واضح زي الشمس، نزلوا صورته في الاخبار وفي اقل من ساعه كان متجاب. لما قبضوا عليه ويلر كان في حاله صدمه ودهشه حقيقيه، ما كانش مصدق ابدا انهم عرفوا يجيبوه. ولما المحقق ساله ازاي كنت متوقع انك مش هتتقفش يعني وانت وشك واضح كده، قال لهم جمله غريبه قوي: انا كنت حاطط عصير ليمون على وشي، ازاي جبتوني؟ طبعا المحقق جات له جلطه والاسم كله قعد يضحك، وحتى المأمور من كتر الضحك اداله براءه. لا يا كبير مفيش الكلام ده، دي دعابه من عندي، دخل السجن. طبعا ويلر كان فاهم ان عصير الليمون بيستخدم في الحبر السري، فبنى عليه نظريه ان طالما عصير الليمون بيخفي الكلام على الورق يبقى هيخفي وشه من الكاميرات. هو ما كانش بيهزر، هو مقتنع 100% بعبقريه خطته، لدرجه انه استغرب انها ما نجحتش، زي الطفل الصغير اللي بيبقى مخبي وشه ورا الستاره وفاكر ان محدش شايفه طالما وشه مش باين. هو غالبا قام بالخطه العبقريه دي لوحده. عارف لو كان خد حد من اصحابه معاه كان عقله وقال له مفيش الهبل ده. اللي حصل لويلر ده اسمه تاثير بحيره ويبيجون، ليك ويبيجون افكت، وده انحياز معرفي يميل فيه الافراد الى المبالغه في تقدير صفاتهم وقدراتهم الايجابيه مقارنه بنفس الصفات والقدرات لدى الاخرين.